يعني ايه موتيفيشن؟ ايه هو الحافز ده؟ يعني ايه حافز؟ ازاي اي حاجه بتحفزك؟ ايه النوعين بتوع الحوافز اللي بيحركونا كلنا اساسا؟ خلينا نخش شويه في الموضوع ده ونعرف اكتر يعني ايه موتيفيشن او يعني ايه حافز، ايه الحاجه اللي فعلا كل الناس طالعه فيها وبتحركها وبتبقى محتاجاها علشان تتحرك. فيلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا، لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش عشان تشوف فيديوز اكتر زي دي ان شاء الله. وخلينا نبدا. اول حاجه عايزك تعرفها في الفيديو ده ان في نوعين للحوافز او للموتيفيشن. في حاجه اسمها intrinsic motivation وحاجه اسمها extrinsic motivation. ايه الكلام الغريب ده؟ ما تقلقش، هبسط لك كل حاجه دلوقتي. من الاخر العلماء والناس الكبيره دي توصلوا لان هو في فعلا نوعين من الحوافز، حافز خارجي وحافز داخلي. زي ايه مثلا؟ الحافز الخارجي هو الحاجه اللي بتخليك تعمل اي حاجه علشانها، ببساطه زي مثلا شغلك، انت بتشتغل علشان تاخد فلوس، فالفلوس دي بالنسبه لك حافز. طب الانترنسيك موتيفيشن ده زي ايه مثلا؟ الانترنسيك موتيفيشن ده بيحصل لما بتلاقي حد بيعمل حاجه عشان هو بيحبها، طلع منها بفلوس ما طلعش منها بفلوس، هو بيعملها عشان بيحبها بس. ده مثال بس. ملخصا تعريف الانترنسيك موتيفيشن هو الحافز اللي بيخليك تاخد اكشن من جواك، حاجه بتحفزك من جواك مش من براك، مش حد بيغريك بحاجه مثلا او حد بيعمل لك خدمه فانت بتعمل قصادها ده، لا، انت الحافز ده بيخليك تعمل حاجه بغض النظر عن اي حاجه حواليك، عن اي حد حواليك، حد بيتفرج او ما بيتفرجش او هيديك فلوس او مش هيديك فلوس، اي حاجه. طيب هو عموما يبان ان الاكسترنسيك موتيفيشن او الحافز الخارجي هو قادر ان هو يحركك اكتر. ده حقيقي علشان ناس كتير جدا 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 بتشتغل موظفين علشان تاخد فلوس علشان تقدم خدمه للشركه اللي موظفاهم، فالفلوس دي بالنسبه لهم بتبقى حافز ان هم يشتغلوا بكميه كبيره. لكن الحاجه الابقى من ده، يعني الحاجه اللي بتقعد اكتر وبتبقى اقوى وبتوصلك لحتت احسن كتير قوي، هي الانترنسيك موتيفيشن او الحافز الداخلي، التحفيز الداخلي اللي بيجي من جواك. طب ازاي بقى توصل للتحفيز الداخلي ده؟ تعال اقول لك على كام حاجه كده هتساعدك جدا توصل للتحفيز الداخلي ده في اي حاجه انت بتعملها. مبدئيا كده اول حاجه عايزك تعرفها ان انت عمرك ما هتوصل للانترنسيك موتيفيشن، عمرك ما هتبقى انت بتتحفز من جواك ان انت تعمل حاجه من غير ما يبقى فيه هدف اصلا انت عايز توصل له. احنا بنتكلم في الموضوع ده كتير واعتقد ان في ناس كتير بتحسه عميق قوي، ويعني ايه هدف كبير وهدف طويل وحاجات غريبه دي. اسهل عليك، كلنا عايزين فلوس، خلي يا سيدي هدفك الفلوس لحد ما توصل لان انت عندك هدف احلى من كده او اكبر من كده. الفكره ان انت دايما بيبقى عندك حاجه معينه انت عايز توصل لها بس انت ما بتبقاش واخد بالك. فلو هنعممها بان معظم الناس فعلا بتبقى عايزه يبقى عندها فلوس كتير، حط لنفسك مبلغ معين انت عايز يبقى عندك المبلغ ده، فده كده بقى هدف بعيد. مبدئيا قسم بقى الهدف البعيد ده لاهداف صغيره. انت من الاخر عمرك ما هيبقى معاك مليون دولار غير لما يبقى معاك الاول دولار وبعدين 100 دولار وبعدين 1000 دولار وبعدين 10000 دولار وبعدين 50000 دولار وبعدين ال 50000 دولار دول يبقوا بقى 100 في 200 في مليون. الفكره ان المراحل دي لو انت مش واخد بالك منها ومش حاططها في الحسبان، عمرك ما هتوصل للمليون دولار اللي انت عايزهم، علشان ببساطه مفيش حاجه بتتاخد مره واحده، كل حاجه بتتاخد واحده واحده، ولازم تبقى واخد بالك انت بقى من الواحده الواحده دي او الخطوات اللي انت بتاخدها علشان تعرف تاخدها. وطول ما انت عندك بقى الهدف الكبير ده، هيكون انت عندك حافز داخلي ان انت تتحرك علشان توصل للخطوه اللي قدامك او للهدف الصغير اللي انت كسرته من الهدف الكبير. فمن الاخر في النقطه دي انا عايز اقول لك ان انت لما يكون عندك اهداف هيكون عندك حافز داخلي يحركك ناحيتها، هيكون عندك دايركشن او اتجاه، عكس ما تبقى انت ماشي في الحياه كده ما بتعملش حاجه، مش عارف انت فين ولا عايز تروح فين، مش بتعرف مع الوقت اصلا هو انت بتتطور او في حاجه بتتطور في حياتك، في حاجه بتتغير ولا لا، انت زي ما انت مش بتبقى عارف اساسا. فضروري جدا جدا تاخد بالك من الحته دي، حدد لنفسك هدف كبير وامشي ناحيته. تاني حاجه تقدر تعملها علشان يكون عندك حافز داخلي ان انت تتقبل الفشل. ايه اللي انا بقوله ده كده حاجه عكس خالص الحوافز كلها. ما هو انت لو محفز نفسك داخليا وعملت كل حاجه ممكن تحفزك وقمت وقعت، مش هتقوم تاني علشان انت مش متقبل الفشل، انت عمال بتحفز في نفسك وبتشجعها وبتاع، متخيل ان انت خلاص يعني هتركب جناحات وتطير، فجيت تطير لقيت نفسك وقعت، ايه ده انا اتصدمت انا مش هطير تاني. لا، انت من الاول تبقى عارف كويس ان انت ممكن عادي تركب الجناحات وتيجي تطير تقوم واقع. فلما تبقى عامل حسابك على كده ومتقبل ده، لما هتقع ده مش هيكسرك خالص ومش هيفشلك خالص، ده هيخليك تقوم وتشتغل تاني. فعشان يبقى عندك حافز داخلي ان انت تفضل برضو ماشي في الدايركشن او في الاتجاه اللي انت عايز توصل له، ضروري جدا تبقى متقبل الفشل في اي حاجه انت بتعملها. خلي بالك هنا انا بقول لك تقبل الفشل، ما تتوقعوش، يعني انت مش تدخل اي حاجه انا متوقع افشل دلوقتي، لا، انت تدخل اي حاجه انت متوقع تكسب وداخل علشان تكسب. لما تفشل خلاص انت ما اتفاجئتش، انت عامل حسابك في خسائر، لكن ما تبقاش انت من الاول داخل مهزوم. في فرق كبير قوي بين ان انت تبقى متوقع الفشل ومستنيه وان انت تبقى بس عامل حساب
حسابك عليه ان ده وارد يحصل. ثالث حاجه تقدر تعملها ان انت تربط اي حاجه انت بتعملها بقى في الاتجاه ده بحاجه انت بتحبها. يعني مثلا على سبيل المثال انا عايز يبقى عندي جسم كويس وابقى صحتي كويسه، فكل الناس هتقول لك خش جيم. طب انا عن نفسي كمحمد انا مش بحب الجيم اصلا، او مش حد بينزل جيم كتير. طب اعمل ايه؟ اشوف لعبه انا بحب اعملها، هتبسط لما بعملها، وفي نفس الوقت تكون رياضه. العب بقى تنس، العب فولي، العب باسكت، ايا كان. انا اللي مخليني الحمد لله قادر احافظ ان انا ابقى رياضي لحد دلوقتي ان انا بلعب باسكت، فدي حاجه انا بحبها وبعملها وفي نفس الوقت هي رياضه. حاول تعمل كده، حاول تميكس او تخلط الحاجات اللي انت بتحبها مع الاتجاه اللي انت عايز تروح له. رابع حاجه، ويمكن الاكزامبل او المثال ده هيكون اكتر على فكره ان انت تطور نفسك، ازاي يبقى عندك حافز داخلي ان انت تطور نفسك. ببساطه شوف انسب حاجه او اكتر حاجه انت بتحبها علشان تعمل ده. يعني من الاخر لو انت عايز تطور نفسك مش شرط ان انت تبقى بتمسك بقى كتب كتير وبتقراها وبتاع، في معلومات مهمه جدا وقويه جدا في الكتب كلها. طيب ابدا كبدايه بان انت تشوف لها ملخصات على اليوتيوب. طيب في كتاب عجبك من اللي انت شفت له ملخصات، حاول تلاقي اوديو بوك ليه واسمعه. اسمع الكتاب، مش لازم ان انت تقراه. الفكره اللي عايز اقولها لك ان انت احسن حاجه اصلا ان انت تقراه، بس انت لو ما قريتوش ما توقفش هنا. حاول تطور نفسك باكتر طريقه انت هتبقى خفيفه على قلبك عشان تعرف تعملها، وتعرف تعملها كتير وتبقى مستمر وكونسيستنت فيها. ده هيخليك برضو عندك حافز داخلي ان انت تقدر تطور من نفسك مع الوقت. خامس حاجه، ويعتبر دي من اهم الحاجات اللي فيهم لو ما كانتش اهمهم، ما تهملش علاقاتك بالناس اللي حواليك. ما تهملش خالص علاقاتك العاطفيه. حاسس ان انت هتقول لي يا عم عاطفيه ايه؟ مفيش الكلام ده، مفيش حد بيبص لي اصلا، ومفيش حد في حياتي وبتاع، ونقعد نصيح مع بعض. بس حاول على قد ما تقدر الجانب ده ما تهملوش، ولا علاقاتك العاطفيه ولا علاقاتك مع اصحابك، ولا اللي هو خلاص بقى انا بشتغل على الحافز الداخلي بتاعي فانا هعتكف بقى واقعد اشتغل مع نفسي واشتغل لوحدي وبتاع واكبر. ما تاخدش السكه دي. السكه دي وحشه ومش بتوصل لحاجه وهتحرقك. يعني هتاخد لها وقتها وهتحس ان انت اخدت وقت ومجهود جامد قوي وطلعت بنتائج حلوه، وبعدين هتقف. مش هتعرف تكمل من غير سبورت او دعم، من غير ما ناس حواليك تبقى بتشجعك وبتحسسك ان انت ماشي صح. احنا كائنات اجتماعيه مش بنعرف نعيش من غير الناس، فما تحاولش تعيش من غيرهم وما تحاولش تبقى لوحدك مهما كنت انت بقى بتحفز نفسك وبتاع، ويعني خلاص فعلا هتركب جناحات وتطير بجد. اتمنى بعد الفيديو ده تكون فهمت فعلا يعني ايه حافز داخلي ويعني ايه حافز خارجي، وانت ليه فعلا محتاج تبقى عندك الحافز الداخلي مش الخارجي. مثال تاني على الحافز الخارجي ده اللي هو اللي انت لما بتنزل جيم مثلا بتسمع مزيكا عاليه قوي علشان تخليك متحمس وبقى وبتشيل اوزان غريبه وبتجري جامد وكل الكلام ده. كل ده حافز خارجي علشان ببساطه انت في حاجه هي اللي بتحفزك ان انت تعمل ده. لكن طول ما انت من جواك بتعمل ده عشان انت حبه، او عشان انت عايز توصل لحاجه، او علشان ده بيساتسفاي او بيرضي حاجه عندك، ده هو الحافز الداخلي اللي احنا محتاجين نشتغل عليه، علشان هو ده اللي هيفضل معاك على طول، وهو ده اللي هيخليك تقدر تعمل اي حاجه انت بتعملها باستمرار وما توقفهاش لحد ما توصل لاهدافك وللي انت عايزه. لو انت بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي اعتقد ان هو ممكن يكون عجبك، فريت تعمل له لايك، ويا ريت تشيره مع حد انت حاسس ان هو هيكون محتاج له برضه. وشكرا جدا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي، وبس كده. سلام عليكم.